اهلا شباب. تفتكر بعد ما فين دمر علاقته مع اميرة النار واترفض من اميرة العلكة، هل هيفكر في الموضوع تاني؟ فين المرة دي مختلف، هو شخص انضج عاطفيا بسبب الالم اللي اخده من اميرة النار لما علاقتهم باظت، وكان بيحاول يرجع لها، وتقريبا فين نسي الموضوع تماما لحد ما بيحصل موقف بيقابل فيه شخص مختلف بيغير تفكيره تماما. فهل الشخص ده هيكون مناسب لفين ويعوضه عن كل اللي فات، ولا هتكون النهاية زي كل مرة؟ وده اللي هنعرفه. فقبل ما نبدأ متنساش اللايك والاشتراك، ويلا نبدأ. بيبدأ الموضوع لما فين بيكون متغيب حوالي اسبوعين عن البيت، وجيك بيقرر يروح يدور عليه وبيقول له شيل بيه على مكانه. جيك بيكون فضولي فبيروح يتجسس عليه وبيلاقي فين فوق الشجر بيعزف على الناي وقدامه الصيادة اللي كانت بتستمع لعزفه في هدوء. الموضوع بيكون غريب شوية، جيك مش بيعمل صوت بس الساحرة بتقول مفيش فايدة من العزف وبتمشي. هنا بقى جيك بيعيط وبيقول لفين انت مش بتحرم يا ابني. I'm sorry, man. I want you to have a healthy relationship with someone cool. فين بيقول له ان الموضوع مش كده، هو بس بيساعدها في استدعاء روح الغابه بواسطه الناي بتاعه، بقاله اسبوعين بيساعدها. جيك بيقول له ايوه بتساعدها طبعا، ومش بيصدقه لان فين بيكون باين عليه، وبيحكي له فين اللي حصل من الاول. كان في النهر بيعوم وبيكون بيعزف بالناي بواسطه يده العشبيه، وده اللي بيجذب الساحره الصياده ليه، وبتقول له انت اللي كنت بدور عليه، وبتقول له على روح الغابه، وبيفضلوا اسبوعين بيحاولوا يرجعوها. فين بيعزف وهي منتظره، وطبعا كده مساعده. جيك بيقول له انت شخص كداب يالا، لان فين من اخر مره مع اميرة النار هو ما قربش تاني من اي نسوان، بس المره دي مختلفه. فين بيتصرف على طبيعته، مش بيفرض حاجه على الصياد ولا بيكون عايز يثبت لها حاجه. المهم خلينا نكمل القصه. تعويذه الناي دلوقتي مش شغاله، بتقول لهم الساحره الصياده انها ممكن يكون عندها حل تاني، وبتاخده للبيت عندها وبتقول له على بحيره سحريه اللي بيشرب منها هيكون عنده مناعه ضد الكهرباء، لانهم هيصطادوا خنزير بيكهرب. المشكله بقى في الميه اللي في البحيره، لما بتشربها بتدخلك في احلام غريبه وصعب تطلع منها. فين مش بيفكر وبيشرب على طول، وبيلاقي نفسه في هلاوس غريبه، وبيقابل روح الغابه اللي بيساله ازاي يطلع من هنا. بيقول له خد السيف ده وحطه في قلبك. فين بيكون مش واثق فيه بس بيعمل كده علشان الساحره الصياده، وفعلا بينجح الامر وبيطلع فين بره الهلاوس، وكمان بيكون مناع ضد الكهرباء. الموقف ده بيثبت لك ان فين اتغير. فين لو كان بنسخته القديمه فتقريبا في الهلاوس كان هيروح يقتل روح الغابه ويجبره يظهر او يطلعه من هنا، بس فين في نسخته دي اتعلم تقبل الامور وبيتعامل بهدوء في كل موقف، وبتكون الساحره الصياده مبسوطه من اللي فين عمله علشانها. لكن الساحره مش بيكون عندها مشاعر غالبا، فمش بتعرف تعبر عن شكرها. المهم بيروحوا يدوروا على الخنزير علشان ياخدوا الناب بتاعه. هنا فين مش بيحاول يثبت انه اقوى، بيسيب الساحره هي اللي تتصرف لانها عارفه يعملوا ايه، وبيتدخل هو بس في النهايه وبياخد الناب. بتاخد الساحره الناب وبتنحته علشان يكون ناي ويقدر فين يستخدمه ويعزف بيه، وبيبدا يعزف بيه لمده طويله ولكن بدون اي فايده. وبتطلب منه الساحره الصياده التوقف عن العزف لان تقريبا روح الغابه مشت ومش هترجع تاني. وعايز اعرفك هنا ان روح الغابه ده شخص هو اللي ربى الساحره الصياده من صغرها. جيك بيقرر يتدخل وبيقول لهم ليه ما تعزفوش مع بعض. Why don't you two try playing together? Use that chemistry to guide the music. وبيبدأوا فعلا وبيكون بينهم تناغم كبير وبتنور الغابة وبيرجع روح الغابة. وكان السر في التناغم بين شخصين، وعلشان كده ما ظهرش لما فين كان بيعزف لوحده. وهنا أول مرة جيك يعمل حاجة صح في حياته. فين في المرات اللي قبل كده كان بيحاول يكون هو القائد دايما ويجبر الشخص في عمل الحاجات على طريقته، بس المرة دي هو متفاهم أكتر وبيستمتع وبيشارك الأمور بدل ما بيفرض رأيه. المهم بعد ما روح الغابة ظهرت فين بيكتشف فعلا إنه ما كانش بيعزف علشان يساعدها لكنه كان بيعزف علشانها، وهنا بيعترف لها بكده وهي بتتقبل الموضوع وبتقول له إنها كمان كانت بتعزف علشان لكنها بتكون شايفه ان الحب ضعف وبيشكل لها تهديد. وهنا فين مش بيخش في جدال معاها او يتناقش في ده ويتوسل ليها، هز راسه بس علامه على انه متقبل الموضوع، لان فين المره دي مش بيدور على بنت. الموضوع متعلق اكتر على انه يجد شخص مناسب ويكمله، عكس مع اميرة العلكة اللي ما كانتش مناسبه ليه تماما وكان بيتوسل ليها وكان مهووس بيها. ونفس الكلام مع اميرة النار اللي اذى نفسه معاها. لكن مع الساحره الصياده الموضوع مختلف لانه بيعرف يتقبل الموضوع وبيرجع البيت مع جيك وبيقعدوا يلعبوا شويه، وبيقرر انه ما يحاولش يطرد الساحره الصياده مره تانية ويفرض عليها حاجه، فقط هيسيبوا الامور تمشي زي ما هي. بس عايزك تقول لي هي اسمها الساحره الصياده ولا الصياده الساحره؟ ولو تعرف اسمها الحقيقي قوله في الكومنتات. من اخر مره فين كان مع الساحره الصياده فيها مشوفناش تاني لمده موسمين. لما بنشوفها المره دي بيبقى الموضوع افضل واهدأ بكتير. بتبدا القصه بان فين مش عارف يتخطى قتله الفرن، وبيشوف اي حاجه بيجي يقتلها على شكله. بيهجم وحش على مملكه الحلوى. فين بيتجمد مكانه حرفيا لان بالنسبه له ازاء اي شيء حتى لو خطير هيرجعه لذكرى فين اللي اضطر يقتله في يوم من الايام. والتردد بتاعه والاحساس بالذنب ده كلف ارواح كتير من حراس المملكه. Jake, I'm sorry.
I couldn't do it. Love you forever, man, but your guilt's hurting the team dynamic. وبتيجي الساحرة الصيادة اللي كانت بتراقبه من بداية الموضوع قررت تتدخل علشان تساعد فين في تخطي الموضوع ومش علشان يهزم الوحش، فبتساعده في تعقب الوحش. بيقول لها فين انه مش قادر يقضي على الوحش لانه مش قادر يبطل يشوف فيرن قدامه وبيتذكره دايما، فبتحط الصيادة خطة انها تربط رجل الوحش وفين يضربه ببطنه، لكن مش بتنجح الخطة. فبتعمل حل ذكي، بتقف قدام الوحش بدون اي حركة علشان يهاجمها، ده لانها واثقة في فين وعارفة انه هيتصرف. فين فعلا مش بيغزلها وبيتغلب على مخاوفه وبيدمر الوحش. كده نجحت خطة الساحرة في انها تنقذ فين من اوهامه وسابت له مساحة يختار هي او شعوره بالذنب. Yeah, right. We both know you're totally in love with me. في كل علاقة مع فين قبل كده كان بيتصرف بطريقة مبالغ فيها، بيثبت انه الافضل والمستحق دايما، لكن المرة دي هو بيتصرف باختياره مش لانه عايز يثبت شيء. الساحرة ظهرت في الوقت اللي فين فعلا محتاجها فيه وساعدته في التعافي، مش لازقة في فين دايما علشان تثبت قربها منه. بتعدي فترة ومن آخر مرة مشوفناش الساحرة الصيادة تاني. بيجي عيد ميلاد فين ال17 وبتكون هي موجودة فيه وبيكون معاها هدية غريبة شوية وهي قلب غزال لسه فريش طالع من الغزال على طول قبل ما تيجي، حتى لسه بينزف. على الرغم من الهدية الغريبة دي فين أخدها، ما ضحكش ولا حس بالقرف منها، هو بس أخدها وقال لها بلطف كويس هو ما عندوش واحد منه. النقطة هنا إن فين حس فعلا إن الهدية لها معنى. الهدية ملهاش علاقة بقلب الغزال بس متعلقة باللي جابها وهي الساحرة الصيادة اللي الهدية بتعبر عنها. كان بداية عايش في شجرة حرفيا، بمعنى إن فين متقبل الهدية فهو برضه متقبل الساحرة بطبيعتها. القلب اللي جابته الساحرة اكيد طبعا رمز للحب والرومانسية علشان بس محدش يقول ان الصيادة ملهاش في الكلام ده. تعالى بقى احكي لك قصه حلوه كده. دي ارتمس ديانا، واحده من الحضاره اليونانيه القديمه، بترمز للصيد والبريه. ارتمس في مره من المرات كانت في نهر وبتقابل اكتيون اللي كان بيتجسس عليها. ارتمس عندها قناعات بان المشاعر عباره عن ضعف وده ممكن يسبب لها ضرر. في فتره حكمها لليونان بيكون عند ارتمس قدرات زي التحول لحيوانات ونباتات. المهم نهايه قصتها مع اكتيون انها بتخلص عليه علشان ما تبقاش ضعيفه. انا حاسس ان شفت نفس الصفات دي في حد كده اكيد، يعني ما حدش عارف هو مين. ما علينا، كل اللي فات يعتبر تمهيد لمشاعر الساحره الصياده الحقيقيه، لان قبل كده الساحرة بترفض تبين أي مشاعر خوفا من الضعف، والساحرة بقى بترمز لديانا اللي يعتبروا نفس الشخصية. المهم دلوقتي بنعرف حقيقة الصيادة في الموسم الثاني من فينا وكيك. بتبدأ لما نشوف فين مبتسم بسبب إنه اتأذى بواسطة شجرة سحرية لها علاقة بالساحرة. المهم الساحرة بتشوف فين في الوضع ده بتنصدم ومش بتفكر في اي حاجة تاني غير علاجه. بتديه كذا طريق لكنه مش بينفع. بيفوق فين لثواني وبيقول لها انه كان بيقاتل دب مع سايمون. بتروح في نفس الوقت لسايمون تعرف اسم الشجرة وبتقول له خلي فين على قيد الحياة. بتروح لمكان الشجرة اللي اسمها قلب الغابة ودي اللي اخدت منها قوتها وهي صغيرة. بتحارب نفس الدب اللي واجه فين اللي بتكون ساحرة شبهها ومن جماعتها. الساحرة دي بترفض تديها الطريق لان فين يستحق الموت ومينفعش حد يعرف المكان ده. بتفكر الساحرة تهاجم جماعتها وتخسرهم للأبد مقابل ان فين يعيش ولا ترجع، وبتقرر انها تعمل اي حاجه علشان تنقذ فين. بتعرف تقايد الساحره وبتروح تاخد الطريق من الشجره لكنها بتطلع على راس وحش وده مصدر قوه السحر ليهم. بيبدا الوحش ينزف جامد وبيفقد كل الصحراء قوتهم وبيبداوا يهجموا على الساحره. في الناحيه التانيه الوحش بتتفتح بوابه في راسه وبيرمي ساحر خنجر متفجر على الساحره وبيخليها تدخل جوه البوابه. بتروح لمكان غريب اشبه بالفضاء وبيكون في قنبله لازقه فيها. قنبله هي قنبله ولا قنبله، المهم هي جو تفكر في اي حاجه غير فين، لكن للاسف القنبله بتنفجر فيها وبتخليها عباره عن قطع. بتفقد وعيها وبتتخيل نفسها مع فين. بيقول لها فين انه حاسس انه ميعاده قرب وهيموت. خوف الساحره الصياده الوحيد ان فين ينساها ولو مات هينساها وده الدافع اللي بيخليها تفوق من اللي هي فيه. بس المكان الغريب ده بيتصل بقطعها وبيحولها لبذور وبيكون المكان عباره عن بوابات لابعاد تانية، فكل بذره بتروح في بعد معين ويبقى فاضل فيها بس وعيها وده بيشكل جسمها. بتركز الصيادة على صوت فين موجود في أي بوابة من دول وبتخش فيهم وبتطلع بعد فيونا وكيك وبتكون عبارة عن بذرة وبتحاول تنمو فيها وبتتعرض لحاجات كتيرة صعبة وبتكون هتموت أكتر من مرة. كل ده علشان بس تنقذ فين. بتلاقي إن مفيش أمل في البعد ده فبترجع لوعيها التاني. بتلاقي نفسها في مكان الهلاوس مع روح الغابة. بيقول لها كلام غريب علشان تعرف تخرج من اللي هي فيه بس أنا مش بفهمه. وبتكون نبتتها بتموت من العطش وبتيجي فيونا وبتعيط فوق النبتة وبتنزل دموعها عليها وبترجع لها الأمل من تاني. بيكون عندها كمان قدرة امتصاص الحياة من الكائنات وده اللي بيخليها تكبر. فبتشوفها فيونا وبتروح تجيب لها اكل وبيكبر حجمها جدا وبتهرب منها علشان تدور على قلب الغابه. فيونا بتقول لها ممكن اساعدك. لما الساحره قالت لها انها من فبترن فيونا على سايمون وبتكلمه. الساحره مش بتساله غير على حاجه واحده بس، فين كويس. بيقول لها الاميرات بتساعده. بتقول له خلي البهايم دول ما يقربوش منه وانا هتصرف. وبترمي الموبايل وبسبب ان قلب الغابه بعيد عنها بيخلي طاقتها قليله جدا وبيغمى عليها دايما وبتكون عايزه طاقه. بتقول لها فيونا في شجره قديمه جدا في المدينه يمكن تساعدك وبتاخدها ليها. الساحره بتعمل طقس غريب وبتخرج سحر من الشجره وبتدخل جواها. المهم ما علينا بده كله، انا فهمتك شويه من الاحداث عشان تعرف ان الساحره الصياده ضحت بايه. المهم البوم الكوني بيجي للصياده في حلمها وبيقول لها انه رايح لفين.
ولما البوم الكوني بيظهر في حلم فالحلم ده بيتحقق، وحلم فين دلوقتي ان هو بيموت، فهي بتحاول تطارد البوم الكوني لكنه بيفلت منها في الحلم. لما بتعرف ان فيونا نسخه من فين وتدخل وعيها عشان تنتقل بين وعي فين في كل العوالم، وبتوصل لفين الاصلي وبيكون بيموت كل شويه وناقص بس البوم الكوني يجي والحلم هيتحقق. لما بيجي البوم الكوني بتضطر الساحره تقتله علشان الحلم ما يتحققش وفين يفضل عايش. تخيل الساحره الصياده قتلت واحد من اهم شخصيات وقت المغامره علشان بس فين، وكميه العواقب اللي ممكن تحصل لها بسبب ده، لكنها مفكرتش غير في فين وبتروح فعلا لمحاكمه كونيه. وبسبب غباء فيونا بتقول لهم ان فين هو اللي عملها، وده اللي بيخليهم ياخدوا فين وبيسيبوا فيونا والصياده. بتعرف الصياده ان القلب بتاع العالم موزع في الورد اللي موجود في المدينه، فبتدخل لعقل فيونا وفيونا بتجرب تدخل عقلها علشان تعرف بتفكر في ايه. بتلاقي الصياده عباره عن طفله من جواها كل همها انها تنقذ فين اللي شافته مصدر الامان ليها وتعويض لها عن اهلها اللي اتبنوها زمان وبيتهم ولع وماتوا. المهم بيظهر لهم القلب في اللاوعي والمفروض الصياده تاخد دماغه علشان تنقذ فين، لكنها مش بتقدر تقتله، فبيفتح لها بوابه ترجعها للمكان الاولاني اللي مليء بالابعاد. بنتعرف هناك على اخو البوم الكوني اللي يعتبر زي حارس المكان، ما علينا بيه، بس هو بيرجع البوم الكوني من احدى ذكريات ندمه القديمه، وده بيخلي فين يتعافى عنه ويرجع لقوه. المهم الصياده بتخش في قتال وحوارات كتيره، واول مره بنشوفها بتعبر عن مشاعرها عادي، بس لما بتيجي ترجع لقوه البوابه بتتدمر، لكنها بتعرف ترجع في النهايه وبتعمل اكتر مشهد عجبني واللي بسبب اقول ان دي افضل شخصيه في السلسله، وبتضحي بكل ارواحها اللي في الابعاد التانيه وبتديها لفين عشان يكون طريق ليه ويشفي مرضه. وفعلا ده اللي بيحصل، ولكن بسبب البهايم قصدي الاميرات اللي كانوا بيحملوا وعي فين في روبوت والعمليه اتقطعت، هنا فين بجسد بس من غير وعي، فبتدخل فيونا الوعي فين بتلاقيه في صندوق وخايف، بيقول لها ان الصياده مستحيل تفكر فيه بشكل جدي، هي ساحره حكيمه، لكن فيونا بتقول له بكل اللي هي عملته علشانه وانها مش شرط تكون بتعرف تعبر، وان الصياده غبيه شويه لكنها في النهايه هي اكتر شخص مهتم لامره، وبيوافق فين يرجع معاها وبيرجع لوعيه. واخيرا بينتهي تعب الساحره الصياده اللي ضحت بكل شيء حرفيا حتى نفسها، وتحولت من شخص عديم المشاعر لشخص بيعبر وبيحس من تاني. علاقه فين والصياده كانت جامده بصراحه، قلت اديها تقييم كام من 10 وايه السلبيات اللي فيها. وبس دي نهايه الفيديو، سلام.